شويه كنحس براسي انا راني في السبيطار. كيفاش والله اعلم. خويا مجيد غتقول لنا شنو هي اكبر شمس العشيه وقعت لك؟ اكبر شمس عاشيه وقعت لي في حياتي، واه كنت خدام في العطله، كان في عمري 11 عام، كنت خدام في واحد العطله هكا عادي كي بحال اي واحد كيبغي يخدم، شي دري صغير كيبغي يتعلم شي صنعه هكا. كنت خدام في القبص. واخا اللي باش الناس يعرفوا كنتي تقرا وتكون وقت الفراغ او العطل عطل آه. كنت تشتغل. ايه صافي كمل. كنخدم عادي. واحد النهار مشينا لواحد المكان بعيد شويه، مدينه صغيره خدمنا فيها، كنا خدامين في القبص. 4 ديال العشيه خرجنا من الخدمه، واذا بينا حنا بغينا نمشيو للدار يعني عادي بحالنا بحال الناس. يعني كملتوا العمل ديالكم؟ صافي سالينا الخدمه ديالتنا، بغينا نمشيو للدار بحالنا بحال اي واحد، فرحانين تخلصنا نهار الجمعه، كان داك النهار يعني زوين هو هذاك، بغينا نمشيو في حالاتنا. خرجنا على برا، بغينا نوقفوا اوتوستوب، ركبنا في واحد السياره 240 مرسيدس من نوع 240 معروفه هذه، معروفه هذا. ركبنا مع خطاف، ركبنا 8 بينا، ولدرجه انني انا ركبت في واحد البلاصه اللي ما خاصش اي واحد يركب فيها، وكنصح اي واحد فيكم ما يركبش فيها. ركبت 11 شيفور في الجهه اليسريه ديالته، يعني نقدروا نقولوا 4 ديال الناس القدام و4 ديال الناس اللور. مشى الشيفور، كنا غاديين في الطريق، واحد شويه كنحس براسي انا راني في السبيطار. كيفاش والله اعلم، كيفاش وقعت لي الله اعلم. واخا ما فهمناش كيفاش الامر. انا براسي منين فقت قالوا لي راك انت في غيبوبه. من بعد ما نط في السبيطار كلشي جروح كفيه ضرابي، يعني كلشي فقت بحال راني في الدار. ما عرفت حتى شي حاجه اللي وقعت لي، يعني اول مره كتوقع لي هذه الحادثه هذه. نط عاودوا لي من بعد قالوا لي ودي راك انت خدام وشنو شنو وقع لكم. كنتو في واحد السياره من نوع مرسيدس 240، كنتو خدامين، اول واحد السياره درتو حادثه. يعني انت ما بقيتش عاقل شنو وقع لك كاع؟ الذاكره ما بقاتش، ما بقيت عاقل حتى شي حاجه، ما بقيت عاقل عليها. انا يحكاو لي وصافي، الذاكره فقدت الذاكره. وهذا وداك الشيء اللي وقع لك واش شي حاجه خطيره ولا؟ فعلا خطيره جدا، لان لدرجه انني مشيت للمستعجلات اللي بت فيها 7 ايام. بزاف 7 ايام في المستعجل، حيت كان في السن ديالي كنت صغير و11 عام، راك عارف اي دري يقدر يتوفى، ولكن سبحان الله العظيم الله قدر لي واحد العمر جديد وبقيت عايش. يعني 7 ايام في المستعجلات يعني، وفي العلاج التكميله ديالته بقيت لي مده شهرين باش تقدر تتعالج. يعني باش تعالجت تمشي على رجليك؟ مشيت على رجلي، واخا بقات فيا واحد الدوخه كنت نمشى، ولكن مدوخ ما كنت نمشيش عادي. وهذاك العام اللي وقع لك هذا الشيء هذا واش كملت الدراسه ولا لا؟ انفصلت عن الدراسه لمده 3 سنوات، لانني كنت لك شويه على المسيره الدراسيه. بعد شويه على المسيره الدراسيه لمده 3 سنوات، ومن بعد خدمت شويه، عاوتاني رجعت للدراسه وكملت قرايتي. رغم ذلك رجعت كملت قرايتي وقريت في المستوى السادس في ابتدائي ونجحت فيه، وعاوتاني طلعت الاعداديه المستوى الاول والثاني والثالث نجحت فيه، وطلعت الثانويه كذلك السانكيام سيزيام الباك نجحت فيهم، ومشيت حتى للجامعه. جيد. يعني ما بنادم تقدر تعطينا شي نصيحه للشباب؟ النصيحه اللي نعطيها للشباب انه ما يضيعش وقته في الخاوي. يعني انك انت يا بغيتي دير شي حاجه في حياتك، سير بحث وقرا. شحال ما قريتي وشحال ما بحثتي راه غادي تطلع المستوى ديالك بزاف، وغادي تكون ناضي كما كنقولوا بالدارجه المغربيه، تكون ناضي وواعر. لان تضييع وقتك في شي حوايج اللي ما كينفعوكش غادي تكون غير كدور في بلاصتك في واحد الدائره فقط، ما غاديش تزيد تكمل المسيره ديالتك. ونقدر نقول لكم باللي اي واحد كيضيع وقته في القهاوي، كيضيع وقته مع الشباب اللي ما صالحينش، كيضيع وقته في مخدرات، كيضيع وقته في شي حاجه اللي ما كتنفعوش اصلا كاع بتاتا، وكيضيع وقته في التفكير الزائد والخاوي ديال انني الدوله ما عطاتنيش ولا البلاد ما عطاتنيش. راه كتضيع انت وقتك وما كتحسش بالوقت اللي كتضيعه. وسير في هذاك الوقت اللي كتضيعه سير استافد منه، سير تعلم منه، سير دير اي حاجه جديده في حياتك، سير بدل راسك يوميا، فكر كيفاش انك انت تزيد القدام، كيفاش انك دير واحد الحاجه اللي هي مفيده في حياتك انت.
جيد خويا مجيد، صراحه داكشي باين وواضح، ما يحتاجش انك تزيد توضح هذا الشيء هذا. مرحبا. وكما تعرف انت الشباب بزاف تطيحوا بزاف في المواقف هذه، انهم تيرجعوش يقراو، تيقول لك حكا ما حكا، راك عارف انت شنو كاين، انه صافي كذا. يعني كيلقى اعذار انه نعم. ما يقراش، وكاين اللي كتوفر له الامور، يعني كما كنقولوا كتوفر له الحياه المعيشيه انه كيفاش يقرا وما كيضيع راسو، وفي الاخر ما كيقراش وكيمشي للبليه. كاين اللي كيمشي يهاجر وكيموت في البحر، كاين كل واحد وكيفاش المسار اللي كيبغي ياخذه. صحيح. يلا حتى الاعوام الاخيره تلقى بزاف الشباب مبليين، يعني مقارنه مع الزمن القديم. واش هذا الشيء عندنا السوشيال ميديا اثر على هذا الشيء هذا، ولا شنو تيبان لك انت في هذا الشيء؟ اش غنقول لك، السوشيال ميديا قدرت تاثر على الشاب واحد النسبه اللي هي ديال 80%، لانه كيشوف بعض الفيديوهات، ولا كما كنقولوا بعض الاشخاص اللي كيتعاطاو المخدرات كيبانوا واعرين. نعم. فهمت كيف بحال نقولوا واحد المغني دون ستونك، ما عرفتش، ما عقلتش على سميتو، معروف امريكي هذا. نعم. بعض الاغاني ديالو كيشوفوا هاز المخدرات وكيكمي وكيبان يعني انه واعر، تيقدسها كما تقول. وهنا الشاب المغربي ملي كيشوف انه واحد كيكمي وكيبان بالسلاسل ديال الذهب وهذه، تيقول في راسو خصني حتى انا نكمي باش نبقى نبان واعر ومهيب. هنايا فاش كيضيع راسو، هذه هي نقطه الضعف ديالو. فاش كيشوف هاد الناس هادو بحال هادو، هنا كتاثر عليه، ياثروا عليه، يبقى يفكر في هذا الشيء هذا. نعم. فهمت كيبقاش يفكر في اخي يخدم، ولا يفكر كيفاش انه يطور راسو، ولا كيفكر انه كيفاش يعني يدير شي حوايج زوينين. يشوف دوك الناس كي بحال هكاك الهاي كلاس، وهذاك الشيء كنقولوا حنايا زائف وغير حقيقي. فهمت كيفاش؟ نعم. شي زائف وغير حقيقي. كيبقى الزائف اللي حتى الان واخا تشوف داك الشيء انت شوف الوسط اللي كتعيش فيه، وشوف الوضعيه ديالتك، وحكم على راسك براسك، ما تشوفش وحدين اللي كبار عليك، لانك غادي تدخل في واحد الدوامه ديال التفكير وما غاديش تخرج منها. شكرا بزاف على هذا الشيء اللي وضحتي لنا، وهذا الشيء ماشي اي واحد يقدر يوضحوا لنا كما تقول. جيتينا الصراحه وقلتينا شي حوايج نستافدوا منها، واي شاب يعني فضل الله هذا غيستافد منها. مرحبا. واخا عطينا الكلمه الاخيره باش نختموا هذا اللقاء. الكلمه الاخيره، كنصح اي واحد بغى يوصل شي حاجه انه يخدم على راسو مزيان ويتعلم. بغيتي تخدم على راسك تعلم، بغيتي توصل تعلم، بغيتي توصل لشي حاجه اللي كبيره تعلم. ما كاينش شي حاجه في الحياه بغيتي توصل ليها بدون تعلم. اي مجال بغيتي تمشي ليه، بغيتي تحصل منه اموال، خاص تعلم مزيان من هذا المجال، وتقنو انك واحد النهار بالمداومه ديالك راه غادي توصل لهذاك الشيء اللي بغيتي. وكنتمنى الفكره تكون وصلاتكم. مع السلامه. مع السلامه.